هيا عسلامة، شنو أحوالكم، شنو أموركم، شنو جوكم؟ نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم الناس الكل وين ما كنتوا في ربوع وطننا الغالي من بغداد لتطوان. تحيات أخوكم محمد الناجح صاحب قناة محمد التونسي. نحب نقول لكم من القلب شكرا على الدعم الكبير. وجودكم هنا راهو يفرحني برشا ويخليني نكمل معاكم ونشارك معاكم أجمل اللحظات في تونس. اليوم إن شاء الله باش نعيشوا مع بعضنا جولة مميزة في الجنوب التونسي وتحديدا في مدينة جابس، وبالضبط توا أنا موجود داخل منتزه بارك صالح. المكان هذا معروف بالهدوء والطبيعة الزينة والقعدة الحلوة. اليوم البداية متاعنا من هنا، ناخذوا شوية راحة قهوة صباحية في جو بنين ونتمتعوا بالمنظر قبل ما نكملوا الرحلة متاعنا. صراحة المكان هذا يعطي طاقة إيجابية، خصوصا إذا تحب تهرب شوية من ضغوطات الحياة وتبدل الجو. إن شاء الله الفيديو يعجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد، وخليكم معايا في هالجولة القصيرة هنا في المنتزه قبل ما نمشيوا للجزء الثاني وين باش نتحولوا إلى واحد شنني جابس، وتحديدا قدام حديقة التماسيح. والمفاجآت ما زالت بإذن الله. تبدأ الحكاية كيف كل حكاية، خمسة ومراية وحنة في ايديها، تكبر البنية وتصير صبية ونور عشية يزين خديها. قالوا ناس بكرية طفلة أيام بنادمك الحفلة، حفلة تتعدى على غفلة وما يحسش بيها. هيا مرحبا بكم من جديد اخوتي في الجزء الثاني من هذا الفيديو. والمكان اللي تشاهدوا فيه تويك امامكم هذا هو الساحة الرئيسية، ولا خلوني نقول القلب النابض لواحة شنني جابس. يعني الواحة هذه عندها رومبوان هذا الموجود، النقطة هذه اللي تتجمع فيها الحافلات والسيارات القادمة من مختلف جهات تونس في إطار السياحة الداخلية، تنشيط تونس من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، حاملة معها الزوار لاكتشاف سحر هذا المكان الفريد. تقريبا السياحة ماهيش تونسية فقط، وإنما هناك أيضا الإخوة الليبيين والإخوة الجزائريين يتوافدوا أيضا على هذا المكان بصفة يعني نحكي على هذا المكان. ولكن تونس طبعا هي قبلة من شمالها لجنوبها لكل الزوار. من هنا تبدأ الرحلة نحو العديد من الوجهات الجميلة. هناك اللي يقصد حديقة الحيوانات اللي كنت واقف قدامها من قليل، واللي فما شكون يسماها حديقة تماسيح بما أن فيها التماسيح. وعندي فيديوهات شورتز في هذه القناة، قناة محمد التونسي، موجودين التماسيح وموجودين أيضا حتى داخل الواحة. هناك من يختار التجول بين النخيل والرمان والخضروات داخل الواحة، حيث يمتزج الطبيعة بهدوء في لوحة ساحرة. وتضم الواحة عدد من المنتزهات، يعني داخل الواحة موجودة برشا منتزهات رائعة، كل منتزه عنده الطابع الخاص به وجماله مميز، وباش نكتشفوها معا طبعا خلال الجولة. يعني هو هذا في الجزء الثالث والأخير. وهنا أيضا من يفضل، فما برشا ناس تفضل تقول لك لا أنا ما نحبش نمشي المنتزه وما نحبش ندخل حديقة الحيوان، نحب نمارس الرياضة ونحب المشي على الأقدام عبر المسالك المخصصة وسط النخيل طبعا. بينما يختار آخرون ركوب الكاليس، أيضا موجود الكاليس، يعني الكاليس هو الحصان اللي جر والعربة، والعربة اللي جرها الحصان، ويستمتعوا بجولة هادئة بين ربوع الواحة. يعني في الحقيقة أجواء عالية جدا وجميلة جدا. لا ننسى الفضاءات المخصصة لعرض المنتوجات والصناعات التقليدية. خلاصة الحديث إخوتي وأخواتي، المكان هذا رائع ورائع ورائع جدا 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 جدا. يلا ننتقل مع بعضنا للجزء الثالث والأخير من هذا الفيديو، خلينا نقول هو الجزء الرئيسي. تبدأ الحكاية كيف كل حكاية، خمسة ومراية وحنة في ايديها، تكبر البنية وتصير صبية ونور عشية يزين خديها. قالوا ناس بكرية طفلة أيام بنادمك الحفلة، حفلة تتعدى على غفلة وما يحسش بيها.
هنا تحس الدنيا تبدلت، هنا تحس انك في مكان آخر، او بالاحرى في عالم آخر من غير ما نحكي. تحس المكان هذا يحكي وحده خطوة خطوة، وكأنك داخل العالم آخر، عالم أهدأ أصدق أقرب للطبيعة. النخيل هنا مش مجرد شجر واقف في صمت، لكن الصمت هذا فيه هيبة، فيه حياة، كيما لو كان كل نخلة تحرس سر من أسرار المكان. الضوء يتعدى بين الأغصان بشوية بشوية، يرسم ظلال خفيفة على الأرض، كل لقطة لوحة وكل زاوية تحكي حكاية. وإذا تقرب شوية تشوف أزهار الرمان صغيرة رقيقة، لكن لونها دافئ، كأنها لمسة حياة وسط كل هذا الهدوء. الزهور هذه ما تصرخش بالجمال، أما تسكن فيك بهدوء وتخليك تلاحظ التفاصيل اللي عادة تفوت الهواء هنا. مش كما أي بلاصة، هواء نقي خفيف يدخل الصدر بشوية ويخرج معاه كل التعب. تحس روحك تتنفس بعمق، مش كان بالهواء أما بالمكان الكل، حتى الصوت. ولا يمكن نقول غياب الصوت يعطي إحساس غريب، راحة، سكون، سلام داخلي. تحس روحك مش مستعجل على حتى شيء، تحب تمشي بشوية بشوية، ما تنزلبش واحدة واحدة، داقة داقة، دابة دابة، لين تكمل الواحة. تشوف وتخلي عينيك تعيش قبل ما تحكي في هذا المكان، مش باش تفهمه بالكلام، وحتى التصوير ما يعطيش حقه. أما إذا عشت اللحظة، إذا خليت روحك تذوب في الجو، وقتها برك تفهم شنو الجمال الحقيقي. جمال بسيط أما عميق برشا برشا برشا. إنها واحد شنني جابس جنوب شرق تونس. تحيات أخوكم محمد التونسي، وين ما كنتم يا أخوتي العزاز. مرحبا بكم، مرحبا بضيوفي الجدد. إن شاء الله يا ربي المحتوى متاعي يعجبكم وينال رضاكم. واصلوا الفيديو للآخر مع هذا المشهد الرائع.